ازاي تكوني ثروه من ما فيش؟ اكون ثروه من ما فيش؟ انا عمرك اتزنقتي؟ عمرك استلفتي؟ خدتي حاجه فلوس من حد؟ اتعرضت لحاجات يعني زنقات كتير عشان ما تبقيش ان انت محتاجه مثلا من حد وتستلفي والناس بيخبطوا عليكي؟ بصي، انا اتزنقت وعملت حاجات كتير جدا جدا جدا. اقول لكم على حاجه، انا مره قبل ما اخش تابع الفيديو، ما تنسونيش في اللايك والشير. انا كوبايه شاي معلومي، ما تنسونيش في اللايك والشير حبايب قلبي، وتعالوا بينا هقول لكم انا اللي حصل لي ايه. يا حبيبه قلبي، اقول لك انا اتزنقت في ايه؟ اتزنقت في حاجات كتير جدا جدا، وكانش ساعات معايا فلوس. انا اتمتعت قبل كده، ولما جيت بقى في وقت الزنقه اللي بس انا ما قلتلكمش على حاجات كتير يعني. فانا اتزنقت في ايه؟ جيت مره بعزل من شقه لشقه. طبعا الشقه التانيه دي انا كنت محتاجه منها تمن، يعني مبلغ معين. خدت من الشقه اللي انا فيها ديت، كان في بيت حمايه وفي بيت العيله. ما حبيتش ان انا اقعد في بيت العيله، يعني بعد ما جبت الولد والبنت حبيت ان انا اعزل، وخدت شقه تاني في شبرا. الشقه دي كانت عايزه المبلغ اللي انا خدته من الشقه بتاعتنا القديمه دي مش مكفي المبلغ التاني. اعمل ايه؟ استلفت، بعت سفرتي، بعت اوضه نومي. بس الحمد لله الحمد لله، قبل ما اعزل كنت جايبه اوضه نوم تانيه. بس استلفت والله استلفت، وقعدت في السلف بتاعي دوت 4 سنين ما سدش الفلوس. وكانت صاحبتي ديت الله يبارك لها، هي كانت عشره عمري، قالت لي ما تساليش خالص على الفلوس، وهي اللي اشترت مني السفره، وهي اللي ادتني الفلوس، وجابت لي اخوها شال العربيه العفش وشال الحاجات دي كلها. فكنت مزنوقه. جوزي جه الله يرحمه اتزنق، لما اتزنق راح لاقرب الناس ليه ويمد ايده ليهم وقال لهم انا عايز، سابوه مشوا، ما رضوش يدوله. والله العظيم 3، وكانت زنقه. والحمد لله رب العالمين ربنا فكها علينا. ولما عزلت تاني من هناك ورجعت هنا دار السلام، خدت كسبت من الفلوس يعني، وخدت الشقه ديت، والحمد لله رب العالمين، وربنا كرم وسديت الفلوس اللي عليا، والحمد لله رب العالمين سديتها. ما دي زنقه، مديت ايدي واستلفت. انا بقى لو كنت عامله حسابي مش كنت دلوقتي ما استلفتش، وكنت دلوقتي عديت ايامي كده حلوه الحمد لله. كانت ايام الاكل والشرب والحاجات دي عادي. بس انا زنقه اللي انا احتاجته، جوزي احتاج من اقرب الناس ليه، سابوه ومشوا وما رضوش يدوله. وساعتها بعديها والله العظيم 3، وجت كمان ساعه فرح بنتي جه برضو بدي ايده ليهم، علشان نعمل حاجه. انا الحمد لله رب العالمين كنت طالعه ساعتها معاش، وكان فلوسي دي الحمد لله رب العالمين. جيت عملت لبنت الفرح وما كنتش محتاجه حاجه من حد، بس هو جه استلف منه برضو، خانوه وما رضوش يدوله. اهو اقرب الناس ليه ما رضوش يدوله. والله 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 بعد كده جات له الجلطه، زعل وتعب وجات له الجلطه. ليه؟ لان مش شايل حاجه للزمن، مش شايله حاجه للزمن. عشان كده انا بقول لك ازاي تكوني ثروه وتبقي ثروه من ما فيش. ازاي؟ اقول لك انا ازاي. انا بقبض 5000 جنيه، اعتبرهم 4، واشيل ال1000 ديت في اي حته، ما بديش ايدي عليها ابدا. شيل المبلغ وتشيل المبلغ من المصروف دوت ال1000 جنيه، وتبقى معاك ال4000 جنيه. الفلوس دي شيليها اكنك ما تعرفش حاجه، شيليها في قلب علبه زي ما انا بقول، في ازازه حاجه ساعه زي كده، حاجه ميه، بس في الازازه الكبيره اللي زي ما انا شايله. شيلي في النيش، في براد بتاع النيش اللي انت شايلاه كده، شيليه وما تمديش ايدك عليه. تيجي بعد كده لما تحتاجي هتلاقيه. انا كنت الست الام والاب في نفس الوقت، رغم ان جوزي كان عايش بس بعيد عنكم، كان عنده جلطه فكان ما بيتحركش. كنت انا الام والاب، كان انا المضغوط عليا، فانا اللي لازم اشيل. ما انا الحاجات دي اللي بقول لكم عليها اللي انا كان معايا قبل ما الليله تكبر، قبل ما اولادي كانوا يكبروا. اولادي بقى لما كبروا طبعا عايز ابني يتجهز، بنتي عايزه تتجهز، ابني عايز يتجوز. كان معايا بقى ابني الصغير لسه بيتعلم، فانا كنت انا الام والاب، ولا اللي بجيب وبدبق وبشيل وبحط وبعمل. كنت مضغوطة من جميع النواحي، بس ما كانش حد يعرف عني حاجة. عارفين اني انا الحمد لله مش محتاجة، وان انا معايا، وان انا والحمد لله. اعوذ بالله من كلمة انا. ليه؟ لاني ما كنتش مبينة لحد حاجة، لان اقرب الناس اللي هم خذلوا جوزي انا ما كنتش ببين لهم اني انا معيش. لا، انا الحمد لله معايا، الحمد لله مستوره، وكنت بجيب، ربنا بيبارك في حاجات ولادي، والحمد لله ربنا طبقه. جبت حاجات بالقسط، جبت حاجات كده، جبت كده، بس الحمد لله سديت. لان انا عارفه اللي انا هشيلاه، او اللي انا كنت بجيبه، او الفلوس اللي انا داخلالي هشيل منها كذا وهاكل منها كذا، وكنت بدبق المصروف، وكنت بمشي بما يرضي ربنا. طبعا قبل كل حاجه كنت بطلع حاجه لله بنيه ان ربنا يسترها معانا، وايه يعني الفلوس اللي معايا ربنا يكفي ويوفي.
لان انت لو شلتي اي مبلغ من الفلوس، اي قرش تشيلتيه، ولو حصل اي دروب عندك هتلاقي القرش ده ينفعك بعد ربنا طبعا. هتلاقي، وقسمي بعدين اول حاجه قسمي ميزانيتك على قد دخلك وعلى قد قد الدخل وعلى قد الخارج. يعني مش تشيلي اكتر، مش تخرجي اكتر من اللي انت جاي داخلك، لا. يعني انا باخد 4000 جنيه او 5000 جنيه، اهو ما انا عايزه اشوف 6000 جنيه. ما اصل انا عايشه على انا كده، ما اعرفش اشيل واحوش يا لومي، انا واخده على كده. انا واخده على ان انا بصرف كتير، ان انا بجيب ده وبجيب، لا يا حبيبتي. خلي بالك بالزمن يا اللي مستكتر الزمن اكتر. خلي بالك الحاجات دي ما هترجعي تقولي يا ريتني كنت شلت. انا كل مره في الفيديوهات بتاعتي يا اولاد انا بقول لكم كده ليه؟ يعني لان الايام بتجري بسرعه، والشهر في ظهر الشهر، والايام في ظهر الايام، والاسبوع في ظهر، بتجري بسرعه بسرعه. فانت انسي المبلغ اللي انت شايلاه وتشيلي الشهر اللي بعده عليه. الحمد لله رب العالمين عدى الشهر ده من غير اي دروب، اشيل المبلغ التاني وراه، اشيل المبلغ التاني وراه، هتلاقي معاكي مبلغ والله العظيم ثلاثه. هتبقي معاكي مبلغ وهتبقي مليونيره من لا شيء. هتحوشي وهتشيلي مبلغ من لا شيء. لو عملتي كده هتحوشي مبلغ كبير جدا. لان ايه؟ لو صرفتي في اليوم، تاني يوم، يعني لو صرفتي النهارده مثلا مبلغ وجبت اكل ومش عارفه ايه، تاني يوم اعوضه بان اكل هيبقى ايه على القد. ما هو النهارده يوم اهو فيه ويوم ما فيش. مش لازم كل يوم زي التاني، كل يوم زي التاني. النهارده كنتاكي، النهارده فراخ مش عارفه ايه، النهارده كريب ايه. لا، يعني النهارده كلنا فيه لحوم، بكره هناكله من غير لحوم، ما فيهاش حاجه. انا هشيل، يعني مثلا لو انا بحط في ميزانيتي كل يوم 150 جنيه، لا انا هصرف 50 جنيه بكره بقى. هجيب مثلا حاجات بسيطه وهجيب اكل بسيط هيمشي ده جنب ده، اللي فاضل النهارده لتاني يوم. هو مش شايل ال 100 جنيه، فاضل النهارده يشيل كده بالطريقه دي. لازم بس اهم شيء الرضا. لازم تكوني انت راضيه، راضيه بعيشتك وراضيه بحياتك، راضيه باللي انت جايلك وراضيه باللي داخلك، عشان ربنا يكرمك في عيشتك وفي حياتك. صدقيني ما تعمليش اي حاجه وانت زعلانه منها. اعملي كل حاجه برضا، اعملي كل حاجه وانت تقولي الحمد لله. خلي عندك يقين بربنا. ربنا ده هو اللي بيعمل الخير كله، الوحش ده مننا احنا. صدقيني، لان كل حاجه احنا بنعملها طبعا حلوه، طبعا بتراضي ربنا، فربنا بيزيدنا من خيره. بتعملي الشر وانت اصلا نقمه على حالتك، ربنا هيزيدك. ما تشتكيش، ما تفضليش كسرة الشكوى. كسرت. صلوا على النبي يا اولاد الاول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا كوبايه شاي مع لومي، ماما لومي ما تنسونيش، انا نسيت اقول لكم حاجه. المهم الحمد لله رب العالمين. انا دلوقتي يعني ايه، لازم يكون عندي قناعه في الرزق، وقناعه في كل حاجه، وقناعه في ان انا القليل هيبقى كتير. وان شاء الله كل ما تعملي اكله شيلي منها، شيلي منها شويه. يعني كل ما تجيب مثلا 2 كيلو رز اشيل، يعني مثلا انا بعمل نص كيلو رز وربع كيلو شعريه، بتبقى حله كبيره، اشيل من نص كيلو شويه رز، شويه شعريه. دي في علبه ودي في علبه، كل مره اشيل هتلاقي كميه رز، هتلاقي كميه شعريه، هتلاقي كميه مكرونه، هتلاقي كميه سكر، هتلاقي كميه زيت شايله عندك للشهر اللي بعده. ما انت لو انت كل يوم مثلا بتحطي في الطاسه زيت قد كده، لا اشيل منها نص كوبايه، اشيل نص كوبايه واعمل على القد. لو عندك بخاخه وعندك ارفراير او عندك فرن ولا كده بتشوي، اشوي وتشيلي شويه زيت وتشيلي شويه سكر وتشيلي شويه شاي. كل ده هيعمل لك خزينه عندك. والبصل افرميه وحطيه في الفريزر، ما تعملوش كله مره واحده. هتلاقي معاكي للشهر اللي بعده. الشهر اللي بعده تيجي تخش الشهر اللي بعده هتلاقي عندك كميه حاجات من اللي انت شايلاه في التربو، حاجات كتير جدا هتوفر لك فلوس وهتوفر لك مبلغ جامد. صدقيني كل اللي انت بتعملي ده، كل ما تشيلي حاجه هتلاقي في الشهر خزين للشهر اللي بعده، هتلاقي خزين للشهر اللي بعده. اي مبلغ هتشيليه هيبقى معاكي توفير، وهيبقى معاكي تدبير جامد، وهتبقى معاكي العيشه حلوه قوي. بس انت امشي على كده، قولي الحمد لله، ارضي بما قسمه لك ربنا. قولي الحمد لله وبوسي ايدك وش وظهر، وقولي يا رب انا، يا رب انا توكلي واعتمادي عليك انت يا رب. شيل معايا واشيل معاكي. انا كنت انا الست والراجل، انا اللي كنت بشيل كل حاجه، وانا اللي بجيب كل حاجه، وكنت اروح اجيب له العلاج واروح اجيب ده لجوزي الله يرحمه. والحمد لله رب العالمين ربنا قدرني ووفرني، وجوزت الولد وجوزت البنت وجوزت الولد التاني. هم كانوا شغالين بقى وبيساعدوا نفسهم وبيساعدوني وبيساعدوا بعض يعني. والحمد لله وقفت جنبهم، ما حدش يعرف عننا حاجه، ولا حد عرف مين اللي جاب ومين اللي ما جابش، ولا مين اللي شال ولا مين اللي اشترى العفش. الحمد لله كنا مداريين على نفسنا. ليه؟ لان انت شاركه اولادك مع الحاجه اللي انت فيها. الحمد لله رب العالمين. كان جوزي نايم راقد على السرير، بس انا كنت ب 100 راجل، والله العظيم 3 ب 100 راجل حسوا في الدنيا كان، ودل راجل ولا دل حد زي ما بيقولوا، بس هو لا حول به ولا قوه. بس انا كنت قايمه بالليله كلها، وكنت مش مخليه حد يعرف، ولا اهل الراجل واهل الزوج، اهل يعني عريس بنتي، ولا اهل مرات ابني،
ما مش معرفاهم اي حاجه عننا. الحمد لله احنا بنجيب وندبق، وكنت مليانهم الثلاجات ومليانهم الحاجات وكل حاجه، واتجوزوا وعملت لهم افراح في النوادي، والحمد لله رب العالمين. الله بسم الله ما شاء الله الله اكبر، والحمد لله. يعني الحمد لله الله اكبر، كل اعوذ برب الفلك في وشي، والحمد لله رب العالمين. ربنا قضاها وكفاها ووفاها وكل ده. وكان جوزي راقد تعبان، انا اللي كنت شايله الليله بقى. كنت بقبض بقى معاشي ومعاش جوزي، الحمد لله. كنت بشيل وبدبق وبحط، وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، والحمد لله رب العالمين. حتى القواضي اللي عليا بعملها بقدرة ربنا وعظمته، هو اللي ربنا واقف جنبي. الحمد لله. جيت انا وقفت جنب جوزي لحد ما ربنا افتكره، برضو ما قصرتش ولا قلتش. الحمد لله عملت اللي عليا وزياده والله العظيم. انا لسه هبقول لكم على فيديوهات تانية في مرض جوزي ده وتعبه انا كنت عامله ازاي. الحمد لله رب العالمين. طول عمري شايله الهم، طول عمري شايله المسؤوليه، طول عمري شايله اكبر من شيلتي. بس انا عارفه ان ربنا ما بيشيلش حد حاجه الا لما يكون قادر على شيلتها. الحمد لله رب العالمين. كنت انا الام والاب في كل حاجه والله العظيم، وربنا يكتبها لي في ميزان حسناتي. والحمد لله انا دلوقتي بقدر اشيل، دلوقتي بقدر احوش علشان اعمل العمره، عشان بيتي يبقى مكفي، عشان لا قدر الله لا قدر الله حتى لو ما عملتش عمره والراجل طردني من الشقه، والكلام ده انا بقول لكم كل مره، الاقي شقه تانية ايجار جديد واعملها ان شاء الله. وربنا كريم باذن الله. بس ما تنسونيش في اللايك، انا ماما لومي، ما تنسونيش في اللايك والشير حبايب قلبي، بحبكم في الله. ما تنسونيش في اللايك وشيروا الفيديو.